العيانين على فكره على نوعين، نوع بيبالغ قوي في الحذر، ونوع زي المريض بتاعنا ده يقول لي طب اصل انا بقيت كويس. هو عارف يعني انا قلت له المعلومه وهو استوعبها، لكن هو يعني قال لك انا بقيت كويس فنزلت ورايا شغل يا دكتور واكل عيش واحنا بنشتغل على دراعنا، اللي هم الكلمتين اللي فانا هعمل ايه؟ طبعا انا يعني العين ده انا اضطريت ان انا ارهبه، وممكن المسامير اللي احنا مركبينها دي تتكسر في ظهرك، ولو اتكسرت المصباح اعمل عمليه تانية، والعمليه التانية اوحش من الاولى، ومش هنوصل لنفس النتيجه اللي انت وصلت لها. وي 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 يعني ده محتاج ارهاب بقى. وفي عيان النقيض بقى اللي هو ايه؟ بيسأل كل سنتين 3. لا اللي هو 15 يوم دول مقضيها اكل وهو نايم. في واحد اهله في البيت عايز يشرب شاليمو عايز ياكل بياكلوه فدي مش يعني الاثنين مش مطلوبين. لا هي التعليمات اللي بتبقى اللي احنا بنديها للمريض لازم يلتزم بيها، والادويه اللي احنا كاتبينها ما انت هو برضه انت بعد العمليه يعني مش العمليه اتعملت وخلاص، بعد كده بياخد فتره قصيره جدا بياخد مضاد حيوي، بياخد حاجات يعني تقلله الالتهابات بتاعه الاعصاب، لان طبعا احنا اشتغلنا على مخارج الاعصاب وكده، فانت يعني محتاج تديله ادويه معينه يلتزم بيها.